فيديو النهاردة هنجهز مع بعض لحفلة الهالوين. شفت اللوك ده على انستجرام، حسيت ان هو سهل وفي نفس الوقت فن، فحبيت ان انا اجربه معاكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا صافي، ولو بتحبوا الفاشن والموضة والستايلينج والشوبينج، اي حاجة ليها علاقة بالفاشن، اعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي عشان يوصلكوا فيديو الاسبوع الجاي لما انزله. هستخدم ايلاينر لونه اسود ولبستيك لونه احمر. الايلاينر مش هستخدمه لعيني، هستخدمه لشفايفي. بصراحة وانا بحدد شفايفي باللون الاسود كنتش متأكدة قوي من النتيجة هتكون عاملة ازاي، بس trust the process. ابتديت احدد شفايفي بالايلاينر الاسود، عملت لاين رفيع وبعد كده تقلت عليه اكتر علشان يكون واضح. كمان حاجة، محبتش ان انا احط الايلاينر الاسود دايركت على شفايفي، حبيت ان انا الاول احط نود ليبستيك وبعد كده استخدم فوقيه الايلاينر الاسود. ده شكل شفايفي بعد ما حددتها بالايلاينر الاسود. بعد كده هستخدم ليبستيك لونه احمر. قررت ان انا استخدم حاجة تكون شايني شوية، فهستخدم الليبستيك ده من سماش بوكس. الدرجة بتاعته احمر جاي على اورنج شوية، حسيت ان هو هيكون شكله حلو ولايق على اللوك اللي هعمله. بعد كده هستخدم الليبستيك الاحمر، هحطه على شفايفي كلها. حسيت ان لونه غمق شوية علشان الايلاينر الاسود، بس اللوك عجبني. طبعا اكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. دايما لما بستخدم ليبستيك لونه غامق بحب ان انا اظبط اللاين حوالين شفايفي، فهستخدم كيو تيب وهمشي على التحديد بتاع اللاين علشان يكون شكله مظبوط. عشان اتقمص شخصية الفامباير اكتر، حطيت من الليبستيك الاحمر جنب شفايفي كده وكأنه دم، فكان شكله سبونتينيوس، يعني ما حطيتهوش بشكل بيرفكت، بس حسيت ان شكله لطيف برضو وعمل اضافة للوك. بعد ما خلصت شفايفي حسيت ان ميك اب عيني المفروض يكون دراماتيك اكتر من كده علشان يليق على الشفايف، فجبت الاي شادو الاسود وحددت تحت عيني. بعد ما خلصت حسيت ان اللوك برضو عادي شوية وان هو المفروض يكون مور دراماتيك، فقررت ان انا استخدم الاي شادو الاسود على الايليدز، وحسيت كده ان اللوك هيكون دراماتيك وهيليق على الثيم اكتر. بعد ما خلصت الميك اب يلا بينا نشوف الاوتفيت اللي لبسته. اول حاجه حبيت ان انا البس هيفي نيكلس، حسيت ان هو هيليق قوي مع الكاركتر، بس في نفس الوقت ما عنديش حاجه تليق، فقررت ان انا اجيب ايد الشنطه ميتل ولفتها بحيث انها تكون نيكلس وفي نفس الوقت تكون chunky وهيفي، وسبت الشارمز بتاعت ديور تكون باينه. حسيت ان شكلها حلو قوي وفي نفس الوقت very creative. حسيت ان الكاركتر هتليق عليها قوي اوتفيت لونه اسود all black، فلبست شيرت دريس ليس، ده كنت جايباه من زارا، الماتيريال بتاعته very stretchy وهو تقريبا ماكسي، فمدي اللوك very dramatic. لبست معاه بنطلون اسود واسع من تحت. الهيلز بقى اللي انا لابساها اختيارها كان شوية challenging لان ما كنتش عارفة البس ايه ويليق على الكاركتر ويليق على اللوك اللي انا عاملاه، فقررت البس الهيلز دي لان فيها سيلفر هاردوير، حسيت ان هو لايق قوي. حسيت ان في اللوك ده more is more، فحبيت ان انا البس نكلس تانية، خواتم كتير قوي في كل صوابعي. وده اخر فيديو النهاردة. thank you so much for watching. اكتبولي رأيكم في التعليقات، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، واستنوني في فيديو الاسبوع الجاي. باي باي.